اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا على فكرة بقى أنا بقيت حنان تانية خالص، وهتشوفي هعمل فيه إيه. أقسم بالله نفسي أشوفه والله. واحدة فيكم يا بنات تنزل تجيب الفول، يلا. أكيد حنان طبعا اللي هتنزل، أنا مش هنزل. يا سلام، قولي بقى إن شاء الله أنا اللي أنزل. ليه ما تنزليش انتي؟ إيه على رجلك يعني نقش الحنة ولا حاجة؟ ما انتي عارفة إن أنا ماليش في جو الحارة ده، أما انتي بقى بيئة زيهم وبتنزلي. ومالها الحارة يا اختي؟ ما تعيشي عيشة اهلك، في ايه يا امل؟ وانزلي يا اختي يلا جيبي الفول عشان السحور. ماما، ما انا عايشه عيشه اهلي اهو. هو انا يعني لازم انزل اجيب الفول عشان اعيش عيشتكم؟ انا مش قادره انزل. بقول لك ايه، مش انتي نازله تشتري طلبات رمضان؟ انزلي انتي. صدقي يا بت عندك حق، انا اللي لازم انزل عشان اشتري حاجات رمضان واعدي على مرات عمك واقول لها بقى كل سنه وهي طيبه عشان ما تزعلش. خلاص خليكي يا اختي انتي وهي، وانا هنزل. عايزين حاجه من تحت اجيبها لكم وانا طالعه؟ لا مش عايزين، بس اوعي تنسي البلح. انسى البلح ازاي؟ ده اهم حاجه. ومشيت عديله وتليفون حنان رن تاني. ايه ده بيتصل تاني؟ لا ده اكيد كده في حاجه مهمه. وايه بقى يا اختي المهم اللي حسام هيقولهولك؟ وده اصلا هيبقى عنده حاجه مهمه؟ بس اول مره يتصل كده يبقى اكيد بقى في حاجه ضروري. يا قلب امك، ده الواد ما بيتصلش بيكي خالص. قومي يا اختي شوفي عايز ايه بدل ما انتي لابده كده. انا بس يعني هشوف هو عايز ايه، يمكن يكون في حاجه مهمه يعني. عن اذنك بقى انا هدخل ارد عليه واجيلك على طول. وهو كده ولا كده اللي بيتصل، واكيد مش هطول. روحي يا اختي روحي، قد كلمتك قوي. معلش بقى، حكم القوي لازم ارد. ودخلت حنان وردت وقالت ايوه عايز ايه. وغريبه يعني بتتصل، دي اول مره تعملها. قصدك ايه، ان انا مش بتصل خالص؟ ايوه بترن عليا وانا اللي بتصل، مش ده اللي بيحصل ولا انا بتبلى عليك؟ في ايه يا حنان؟ ما خلاص بقى، هو انت عايزه تتخانقي؟ ده حتى رمضان بكره. قول لنفسك بدل ما انت يعني مش مهتم بيا كده. لا طبعا مهتم بيكي وقوي كمان، الا بقى ما كنتش اتصلت بيكي. ما انا استغربت برضو، من امتى الشبرقه دي كلها؟ غريبه يعني. ابدا، جالي رصيد هديه بمناسبه رمضان بقى، فقلت اكلمك. شفتي بقى، ما فكرتش في اي حد اضيع عليه الدقايق غيرك انتي، عشان تعرفي بس انك غاليه عليا. وبره عند امل خرجت حنان. الحقيقه امل، حسام عايزنا نعمل ايه دلوقتي؟ هيكون عايز ايه يعني؟ مش هتصدقي والله. ايه ده؟ لا انتي شوقتيني. عايز ايه؟ قولي. بيقولي عايز نخرج نتفسح شويه. ايه ده؟ انتي متاكده يا حنان؟ هو حسام سخن ولا ايه؟ انا مش مطمنه. ولا انا والله مش عارفه ايه اللي بيحصل بصراحه بقى، ده عمره ما عملها. انا مش مرتاحه على فكره الخروجه دي. وليه ما تقوليش ان انا لما شديت عليه شويه جاب معاه نتيجه وقال انه يتعادل شويه. بصراحه مش مقتنعه خالص انه يتاثر، وطالما اي حاجه فيها فلوس حساب مش هيتنزل ابدا. قصدك ايه يعني؟ يكون بيضحك عليا ومش هيخرجني؟ ممكن. بقولك ايه، هو انتوا هتخرجوا امتى كده؟ ده بيقولي البسي يلا، وهيكلم بابا في التليفون يقول له يعني على ما البس. ايه ده الموضوع بجد فعلا. طب مستنيه ايه؟ ادخلي البسي بسرعه قبل ما يرجع في كلامه. تصدقي عندك حق، ده معفن ويعملها. وفعلا لبست حنان والباب خبط وفتحت امل. ازيك يا حسام؟ تعالى اتفضل، حنان بتلبس. يوه، كل ده بتلبس؟ امال هنخرج امتى؟ اعذرها، اصلها مصدومه من الخضه. ده انتوا يعني هتخرجوا؟ عشان ما تقولش بس عليا اني بخيل. بخيل؟ بخيل ايه يا راجل؟ هو انت وش ذلك؟ قولي لاختك، اصلها فاكراني بخيل قوي. لا ملهاش حق، غلطانه. وخرجت حنان. انا جاهزه يا حسام، ما تيجي معانا يا امل؟ ايه تيجي معانا فين؟ لا خليها قاعده. ما تخافش يا حسام، مش هاجي معاكم. كده يا حنان خليتيه يتخض ووشه اصفر قوي. قولي لي بقى هتخرجوا ازاي كده؟ لا لا لا، ولا اصفر ولا حاجه. ما خلاص بقى انا رجعت لطبيعتي لما عرفت انك مش هتيجي. قصدي يعني مش عايزه تيجي معانا ليه يا امل؟ تعالي معانا يا امل، او نتفرج على البلد، وخصوصا بقى ان رمضان بكره وهتلاقي البلد كلها هايصه. وحسام؟ بقول لك ايه، ما تعزميش عليا بقلب جامد قوي كده لا تيجي معانا. لا انا نازله اقابل واحده صاحبتي، مش هينفع اخرج معاكم، انبسطوا انتوا. طب كويس. عن اذنك بقى عشان ما نتاخرش. وعند ام وليد راحت عديله وخبطت على الباب، وفتحت ام وليد. ازيك يا سنيه؟ كل سنه وانتي طيبه يا حبيبتي، رمضان كريم عليكي. وانتي طيبه يا حبيبتي، وشك ولا القمر. يعني انتي يا اختي اللي حد بيشوفك، لولا انا بس اللي جيت ما كنتيش سالتي ولا عبرتيني.
اعمل ايه بس؟ والله طول اليوم طبيخ ومواعين وبلاقي اليوم خلص. الله، امال بنتك سميرة مش بتساعدك ولا ايه؟ سميرة هي فالحة يا اختي غير انها تبص في المراية بس وتلبس وتتحنتف؟ دي ما بتعملش اي حاجة خالص ولا حتى بتشيل طبق. يا اختي كأنك بتتكلمي عن امل بنتي بالظبط، ما بتعملش اي حاجة خالص. لولا بس حنان اللي بتساعدني ما كنتش عرفت والله اعمل ايه. انا مش عارفة بعد ما تتجوز هعمل ايه من غيرها، دي هي اللي شايلاني. يا اختي ربنا يصلح حالها يا رب. يا رب يا سنية. طب يا اختي انا رايحة اجيب حاجات رمضان، عايزة حاجة؟ طب استني اجي معاكي، اجيب انا كمان حاجة رمضان بالمرة. طب يلا يا اختي نروح سوا يلا. وفي بيت عوض بيقول: انتوا جبتوا منين الفوانيس دي يا عيال انتوا؟ من طنط صباح، هي اللي ادتهم لنا بمناسبة رمضان. عندك منع يا بابا؟ فوانيس ايه وكلام فارغ ايه؟ ما اديكوش حق الفوانيس دي ليه احسن؟ يعني كنا استفدنا يعني بالفلوس دي. ليه ان شاء الله واحنا مالنا؟ ده بدل ما تقول يعني كتر خيرها اهي جيت منها، مش زيك ما عبرتناش. احنا بناتك. انا نفسي اعرف طالما مش عايز تصرف علينا بتخلفنا ليه؟ ممكن بقى تعرفني يا سي بابا؟ فهمنا يا بنتي. ما هو قالك 100 مرة انها غلطة، يعني ما كانوش عايزيننا. افهمي بقى. والله صباح دي كتر خيرها اهي فرحت البنات. يعني تفرحهم هم وانا لا؟ ده انا حتى ابوهم. معلش يا بابا، المرة الجاية هقول لها تعمل حسابك في الفانوس. انت بتتريقي يا روح طنط عليا؟ امال انت عايز ايه يا بابا بس؟ قول لا بدل ما تجيب لي الفانوس تديني حقه. انا مش بحب شغل العيال والفوانيس ده. تعالي ندخل نلعب بالفوانيس جوه في اوضتنا بدل ما يحصل لنا حاجه. ربنا يصبرنا من البيت ده. ودخلوا البنتين اوضتهم وقال عوض: شفت البنت بتقول ايه؟ انت جايبهم من العيال دول مش شبه خالص ولا طالعين لي. دول طالعين خبالك انت يا اخويا. بركه انهم طالعين لي انا. مش كفايه عليك حسام اللي طالع نسخه منك؟ عايز الكل يبقى زيك؟ حسام ده معفن ما بيرضاش يديني جنيه. مش عارف طالع معفن لمين. يا لهوي، مش عارف طالع معفن وإيحة ونتن لمين؟ صبرني يا ربي، أنا تعبت من البيت ده. وأنا كمان والله يا ماما، دي حاجة بقت تقرب بجد. وعند حنان وحسام كانوا ماشيين وفجأة وقفت حنان وقالت: أنا تعبت قوي يا حسام، احنا بقالنا ساعة ماشيين وتعبت قوي. ليه؟ ده المشي حتى رياضة واحنا بقالنا ساعة ماشيين بس. وأنا تعبت، وعلى فكرة بقى أنا عطشانة. وأنا كمان عطشان قوي وممكن كمان أكتر منك. طيب ما طالما أنا عطشانة يبقى عايزة أشرب. أيوة أكيد طبعا، طالما عطشانة يبقى عايزة تشربي، معروفة اهي. بما إنك عندك إحساس بقى وبتقولي عطشانة يبقى تجيب لي حاجة ساقعة. ها؟ ومين اللي هيحاسب بقى إن شاء الله؟ يا لهوي، هيكون مين يعني؟ أنت طبعا. أمال يعني مخرجني ليه؟ منين يا حسرة؟ ما أنت عارفة البير وغطاه. يا عم بقى جيب لي إزازة حاجة ساقعة، مش كان حتى. طب لو هتجيبي اعزميني معاكي، ده أنا حسام حبيبك. حبك بورس يا بعيد، أنت ما بتحسش ولا إيه؟ إحنا بقالنا ساعتين بنلف، ما تعبتش؟ عندك الكورنيش اهو كله، اختاري بقى رصيف واقعدي عليه ويبقى كده بقى عملت اللي عليا. ها يا عم، قصدي تعزمني على مكان شاعري. شاعري ايه؟ ده بكره رمضان، ده حتى يبقى حرام. بلاش دي، تعالى ناخد مركب على الكورنيش اهو، دي رخيصه بقى. المركب بتغرق اليومين دول، خلينا على البر احسن. بلاش مركب يا حسام، تعالى ناكل ترمس، اظن ده رخيص بقى. يا سلام يا اختي، وانت بقى تضمني منين ان الراجل غسل ايده وغسل الترمس بقى؟ اعوذ بالله، انت مقفلها كده ليه في وشي؟ مقفلها ايه بس يا حنان؟ ما انا خرجتك اهو، اعمل ايه بس عشان ارضيكي؟ وهي دي اسمها خروجه يا اخويا؟ ده انت عمال تلففني يعني بقالك ساعتين. ما احنا كنا مرزوعين في البيت يا حنان، وانت اللي اتقمصتي وقلت خرجك بقى وراضيكي عشان ما تزعليش. اعمل لك تاني؟ يعني تخرجني تقوم تهد حيلي؟ انا عايزه اروح يا اخويا، احسن من الخروجه اللي تتعب دي. ما كان من اول. يلا بقى نرجع تاني. ايه ده؟ هو احنا لسه هنرجع كل ده تاني؟ امال يعني هنبات هنا؟ ما احنا كده ولا كده هنرجع، او نركب حاجه. يلا بقى وقف توك توك، خلينا نرجع. ايه يا اختي توك توك ليه ان شاء الله؟ اتشليتي؟ ما انت زي القرد اهو. يا ساتر، بقول لك تعبت يا اخي، حس بقى. صدقيني يا حنان، المشي رياضه. يلا بقى خلينا نمشي ونعمل رياضه كمان. لا، اعمل رياضه انت وانا هوقف توك توك واروح. بجد يا حنان هتوقفي توك توك؟ يا ريت والنبي، اصلي مش قادر امشي. نعم يا اخويا، يعني انت كنت مستني انا اللي اجيب التوك توك؟ يا معفن، مفيش فايده فيك يا حسام، مش هتتغير ابدا، العفانه هتفضل في دمك. وفي الحاره ثانيه وعديله في المحل عند مرزوق. كل سنه وانت طيب يا عم مرزوق، رمضان كريم. الله اكرم ام حنان. وعديله عايزه يا اخويا كيلو بلح عشان نبله، وعايزه كيلو تمر افطر عليه، وسكر بقى ويميش، ما تنساش العرقسوس ها، حاجه رمضان الحلوه دي، وكمان الزبيب اهم حاجه عشان الكنافه. ها بس كده؟ من عيني. هي الكنافه تنفع يعني من غير الزبيب والمكسرات الحلوه؟
عندك حق والله يا عم مرزوق، الكنافة والقطايف ما يبقاش ليهم طعم كده غير بالزبيب والمكسرات. هاتلي زيها كل حاجة وزود عليهم بقى الفلوس السوداني وربطة الجلاش والبسبوسة. جيت عليهم لواحظ. كل سنة وانتوا طيبين ودايما متجمعين كده في الفرح. يا رب ونفرح بحسام وحنان بقى يا رب. صحيح عملتي ايه؟ خلصتيها ولا لسه؟ لا يا اختي والنبي لسه، احنا خلاص هنقبض الجمعية اللي عاملينها ونروح نجيب لها شوية حاجات كده، بس يا رب ما تكونش الاسعار ولعت تاني. حق يا اختي الاسعار ولعت، الحاجة النهاردة تبقى ب10 جنيه وتاني يوم تلاقيها ب20 جنيه، والناس بقت بتاكل في بعضها واللي بيسرق واللي بينهب. الله يكون في عون اللي بيجهز بنات والله. طب يا اختي بعد حنان قدامنا لسه امل، وانا يا اختي البت سميرة شايلة همها في الجهاز، وانا اللي لسه عندي مقروضتين كل ما يكبروا كل ما الحاجة بتزيد وتغلى، ربنا يقدرني عليهم. بصراحة مش عارفة يا اختي كان مكتوب لكم فين الاتنين دول ولا كان ليهم اي لازمة يعني. او النبي يا اختي جت غلطة ويا ريتها واحدة، دول 2 وعايزين شكارتين فلوس كده اقل حاجة يعني. ده عوض مطلع عيني خالص ولا راضي يجيب لنا اي حاجة، خلاص زهقت منه قوي. ربنا يهدي يا اختي ويعقل كده. وعند الفرن بتاع كنافة وليد بيقول ازيك يابا، كل سنة وانت طيب. وانت طيب يا وليد، تعالى ساعد اخوك. اساعده ايه بس يابا، هو انا فاضي؟ اخبارك يا اخويا؟ ان شاء الله تكون كويس، ساعدني بقى يلا. يا عمر انت بتفهم في الكنافة والحاجة دي لكن انا ماليش فيهم. يعني انا اللي اتولدت بفهم يعني؟ ما انا اتعلمت من ابوك، تعالى وانا اعلمك. لا معلش مرة تانية انا مش فاضي. اعمل حسابك من بكرة تفرش المائدة مع اخوك عشان الناس هتيجي تفطر، سامع؟ طبعا يابا هاجي افرشها طبعا عشان اجي اخد الثواب. ربنا يديك الصحة بقى يابا، وتفضل المائدة مفتوحة بحسك كده يا رب. يا ابني المائدة مفتوحة بحس الحارة كلها بناسها الطيبين اللي بيدفعوا، انا بدفع وهم كمان بيساعدوني عشان ياخدوا ثواب، ويا بخت من فطر صايم، وبعد ما اموت لازم تكملوا المسيرة دي من بعدي. بعد الشر عليك يابا، ربنا يزيدك طولة العمر يا حبيبي. نفسي افرح بيك انت كمان، ما فاضلش غيرك انت وسميرة، وانتوا الاتنين بقى مش ناويين تفرحوني؟ انا فرحتك يابا واتجوزت خلاص عشان تعرف اني حبيبك. ها كتكنيلة يا خايب، ما انت قاعد معانا انت ومراتك ومش عارف تشتغل شغلانة عدلة، كل شوية تسيب الشغل، لا وكمان ايه بتتأمر على النصبة اللي بتجيب لنا لقمة. يابا بقى مش مهامنا الله. وانت مهامك ان شاء الله تشتغل ايه؟ ها وزير؟ لا يابا عمر ما كانت الوزارة طموحي خالص، انا طموحي اكبر من كده بكتير. وانت طموحك ايه يا اخويا؟ ان شاء الله اكون فران قد الدنيا وابيع عيش بقى وابقى معلم في الحارة والكل يعمل لي حساب. فران يا معفن، كل ده طموحك؟ ما انت واقف اهو في الفرن مع ابوك، فرقت ايه يعني؟ لا طبعا فرقت، انا هنا ببيع كنافة لكن الفكرة التانية هكون ببيع عيش، عرفت بقى الفرق؟ سيبك منه، طول عمره دماغه فاضية ومش هتغلب معاه خالص. ولحد هنا خلص الجزء ده، ويا ترى ايه اللي هيحصل تاني؟ وده اللي هنعرفه ان شاء الله في الجزء الجاي. وما تنسوش لو عجبتكم الحلقة اعملوا لايك وشير واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على كلمة الكل عشان يوصلكوا اشعار بكل جديد. بحبكم قوي، مع السلامة.